خليكم معايا. في بنات كتيرة بيكون عندهم بقع وتصبغات غامقة في الوش، ومهما يستخدموا من كريمات برضه مش بتروح. السر معايا هنا إن مش كل التصبغات أو البقع اللي في الوش سببها واحد، وطبعا مش كلها علاجها نفس العلاج أو علاجها واحد. أنا دكتورة علا عمر، ودي أول حلقة من السلسلة بتاعت الحلقات اللي هنتكلم فيها على تصبغات الوجه وحول العينين، أسبابها وعلاجها، وإزاي كمان نحافظ على النتيجة اللي هنوصل لها بعد ما نتعالج. ببساطة التصبغات بتاعة الوش أو حوالين العينين بتنقسم لأنواع كتيرة جدا. أول حاجة معانا هو الكلف، ودوت عبارة عن تصبغات بتيجي في منطقة الباترفلاي اريا أو على المناخير أو في حتت تانية مختلفة في الجسم كمان، ودي بتكون بسبب الحمل أو كمان التعرض للشمس. وكمان عندنا حب الشباب، بيسيب آثار، نوع من الآثار بتاعت حب الشباب وهي التصبغات البني اللي بتفضل بعد الحباية. بس مش معنى كده إن كل حب الشباب بيسيب آثار غامقة، لا، في أنواع كتيرة جدا من الآثار بتاعت حب الشباب هنتكلم فيها في فيديو بعدين. وكمان حاجة الشمس، لما بنتعرض للشمس لكمية وقت كبيرة زيادة عن اللزوم أو في فترة غلط، ده طبعا بيسبب آثار تصبغات على الوش. بس مش معنى كده إن احنا نمنع إن احنا نتعرض للشمس خالص، لا، الشمس مهمة جدا لجلدنا علشان تكوين فيتامين د. وهنقول بعد كده برضو ايه الأوقات الصح اللي احنا المفروض ان احنا نتعرض فيها للشمس علشان جسمنا وجلدنا يستفيد، وايه الاوقات الصح. وكمان طبعا التصبغات اللي بتظهر بعد الالتهابات والجروح، زي اللي بتظهر بعد الاكزيما والحروق. الاكزيما طبعا الجلد بيبقى بيهرش كتير جدا، فطبعا بيسيب اثار غامقه. وبعد الحروق لا قدر الله ساعات بيسيب اثار غامقه وساعات بيسيب اثار فاتحه على الجلد. هنتكلم النهارده على الاثار الغامقه اللي ممكن بعد الحروق بتسيبها، وكمان لو في بعض الحروق بتسيب اثار فاتحه اكتبوا لي، انا هقول لكم برضو ايه طريقه العلاج بتاعتها. طيب، ايه الاسباب اللي بتخلي البقع دي تظهر اصلا؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي من سلسلة حلقات تصبغات الوجه حول العينين. اعملوا لايك للفيديو وسيبوا لي كومنت واعملوا شير للفيديو وريبوست علشان نوصل لأكبر عدد من الناس وكمان ناس كتيرة تقدر تستفيد. واكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر نوع من التصبغات بيضايقكم. تحياتي، دمتم سالمين. دكتورة علا عمر.